بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده حلب كنافه بالبسكوت. حابين نقدم الكنافه بطريقه مختلفه وجديده، تغيير. زي ما انتم شايفين طالع معانا طبقات، ادي بسكوت تحت، وادي الكريمه، وادي الكنافه المتحمره. انا بوريكم الطبقات بتاعتها. احنا كل مره بنعمل الكنافه يا اما صينيه يا اما كنافه بالمانجا يا اما حاجات، فقلنا نغير شويه في الكنافه عشان نديها حقها. طبعا ربع كيلو كنافه هيعمل لك الصينيه دي كمان، ويمكن يفيض منه كمان. شايفين القوام كريمي معانا وطعمها في منتهى الجمال، وتعتبر طريقة مختلفة لتقديم الكنافة، وكمان هتبقى تحفة لو عملتها في رمضان. اللهم بلغنا رمضان. معايا كوباية حليب أو كوباية لبن، هنزل عليها معلقة مليانة كبيرة كاستر. لو ما عندكيش كاستر ممكن تستعملي نشا. وهنزل عليها معلقة سكر. دي أنا عايزاها كريمة ما تكونش متماسكة جامد. كل ده طبعا أنا قلبته قبل الحليب ما يسخن. زي ما انتوا عارفين النشا أو الكاستر لو قلبناه والحليب سخن هيكتل معانا. طبعا لسه ما ولعتش عليه البوتاجاز. هبدأ بقى اولع عليه البوتاجاز وهفضل اقلب فيه. هو مش هياخد وقت كتير. كده خلاص اتأكدت ان الحليب، ان السكر وكله ده في الحليب والقوام بتاعه بقى كريمي زي ما انتم شايفين كده. هستنى لحد ما اتأكد ان هو ادانا الفقاعات بتاعت الغليان زي ما انتم شايفينها، وهبدأ اشيله من على النار. شايفين القوام معانا قوام كريم، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجة خالص. كده خلاص انا شلت الكاستر من على النار وسبته يبرد. كده معايا معلقة مليانة كبيرة سكر، وكوباية كريم شانتيه. الكريم شانتيه اللي انا بستعمله ده كريم شانتيه خام، وعليها كوبايه لبن مثلج او كوبايه لبن ساقع جامد. هبدا اضرب خليط الكريم شانتيه. طبعا انا بضربه الاول قبل ما اشغل المضرب عشان ما يطرش في وشنا. كده خلاص ضربنا الكريم شانتيه، وهوريكم قوامه في الاخر. زي ما انتم شايفين احنا عايزينه قوامه تقيل، زي ما انتم شايفين كده المضرب بيعلم فيه، وزي ما انتم شايفين هو بيعمل معانا المنقار. كده بقى الكاستر برد. طبعا انا كنت حاطه على وشه كيس بلاستيك عشان ما يعملش القشره اللي على الوش. كده خلاص الكاستر متأكدت ان هو بيرد تماما عشان ما يبوظ معاك الكريم شانتيه. هبدأ بقى افضيه على الكريم شانتيه. يعني اول حاجة تعمليها وتسيبيها تبرد هو الكاستر. طبعا الكاستر ده متوفر في كل بيت، وزي ما قلت لك لو ما عندكيش كاستر استعملي مكانه معلقة نشا. هبدأ اضرب الخليط لحد ما اتأكد ان كل الخليط تمازج مع بعضه. كده خلاص الخليط زي ما انتم شايفينه معايا ما عادش فيه فرق بينه بين بعض، بقى كله قوام واحد. انا بوريكم شكله معايا زي ما انتم شايفين. وكمان الكاستر اداله اللون الاصفر الخفيف اللي انتم شايفينه ده. انا بوريكم اللي قوامه تقيل زي ما انتم شايفين معايا. كده خلاص احنا معايا كوبايه لبن بارده، ومعايا الكريم شانتيه، ومعايا البسكوت. طبعا دي الكنافه دي احنا حمرناها في فيديو قبل كده، اللي عايز يشوف تحميرها يدخل الفيديو يشوفه، وهسيبه لكم في صندوق الوصف. طبعا الكنافه متحمره وواخده الشربات بتاعها. معايا بسكوت ساده، زي ما قلت لكم بسكوت الساده اللي نوع اي نوع انت بتحبيه. ببدا ابله في اللبن. اللبن ده مش سخن، اللبن ده بارد.
يا دوبك احنا بنعصي البسكوته في اللبن ونطلعها على طول، احنا مش عايزينها تبوش، احنا عايزينها تبقى طريه من بره وفيها قرمشه من جوه. طبعا هنملى الصينيه بتاعتنا كلها بالبسكوت، حتى لو مكسور معاكي زي اللي انت شفتها معايا في الاول كده هتحطيها مش هتبان. واللي جناب كسرنا بسكوت وكملنا الحتت اللي هي ما كانتش مكمله فيها. هبدا انزل عليها بالخليط الكريم اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو الكاستر والكريم شانتيه. طبعا ده يعتبر اول مره نقدم بقى الكنافه بالطريقه دي، لا هي عرفة كنافه ولا عرفة تشيز كيك. هتسويه انتي، خليه كله متساوي شبه بعض، ما يبقاش فيه حته طالعه وحته نازله، عشان يديك الطبقه المساويه. كده خلاص انا سويته، هبدا انزل بقى عليه بالكنافه. زي ما قلت لكم الكنافه دي متحمره وواخده الشربات بتاعها. هبدا اغطي وش الكريمه كله بالكنافه. كده خلاص انا خلصت كل كميه الكنافه، وبدات اسوي الوش بالمعلقه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. حابه بقى تنزلي عليها بصوص شوكولاته او بصوص كراميل انزلي، بس انا بصراحه هنزل عليها بمعلقتين بوصات كده، اللي هو العسل بتاع الكنافه، اللي هو الشربات العادي خالص اللي احنا سقينا بيه الكنافه دي. هبدا بقى احطها في التلاجة حوالي ساعتين، احنا مش عايزينها تجمد، هي ده بقى بس تسقع معانا شويه. هسيبها بقى في التلاجة حوالي ساعتين 3 او حسب قوه التلاجة عندك، او ممكن تاكليها كده لو انت حابه تاكليها كده على طول. ابدا اقطع لكم منها حته عشان تشوفوها معايا وتشوفوا الطبقات معايا كمان. طبعا زي ما قلت لكم دي تعتبر طريقه جديده للكنافه. طبعا انا عامله معاكم كنافه كتير قبل كده في القناه، اللي عايز يشوفها هيشوفها. يعني أنا عامله كنافه بالكاستر وكنافه بالموز وكنافه بالمانجا، كذا نوع كنافه. ودي كنافه بالبسكوت. فاللي عايز كنافه ممكن يدخل في القناه هيلاقي كنافه كتير بطريقات مختلفه. زي ما انتم شايفين الطبقات طالعه معايا متساويه، ادي طبقه البسكوت، وادي طبقه الكريمه اللي عملناها مع بعض، وادي طبقه الكنافه. وطبعا الطعم في منتهى الجمال، الطعم خطير، هتجربوا باذن الله وهتعجبكم. انا بحاول اوريها لكم من جميع الجوانب. طبعا القوام كريمي زي ما انتم شايفين كده، والبسكوت فيه تكه، البسكوت طبعا مش معجن، البسكوت فيه تكه برضو، والكنافه زي ما انتم شايفينها على الوش. اه طبقات طالعه معانا في منتهى الجمال. ويا رب تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. متنسوش اللايك والشير سبسكرايب كمان تشترك عشان توصل الفيديو ده أكتر من 1,000,000 وانت ده حبايبي. باي باي.